مشاهدينا الأكارم، للمزيد من المعلومات والحديث عن أهداف وأهمية ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك صلاح الدين وبدء عمل اللجان، ارتأينا أن نستضيف في الاستوديو السيد رزقار مصطفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك وصلاح الدين. فأهلا وسهلا بك سيد رزقار. بداية، ما الهدف من عقد ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة عامة وعقده في كركوك وصلاح الدين على وجه الخصوص؟ بداية أرحب بحضرتك وجميع العالمين لنا في قناتكم وكذلك المتابعين لقناتكم الموقرة. يعد عقد ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني بصورة عامة ضرورة مرحلية لما مر به الاتحاد الوطني من أحداث سابقة لا يخفى على الجميع. كذلك يعد ضرورة لتفعيل وتجديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحزب لكي يتمكن من مواكبة الأحداث والتغيرات الحاصلة الداخلية للحزب والخارجية، سواء كان في حكومة الأقليم أو في الحكومة الاتحادية. نعم. أما من ناحية ضرورة عقده في كركوك وصلاح الدين، ذلك لأن يرجع إلى مدى اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني بالكوادر والقاعدة الجماهيرية الذي يمتلكها في هذه المناطق. من خصوصا هذه المناطق هناك قاعدة كبيرة وواسعة يختلف عن باقي المناطق الأخرى، ولضرورة فسح المجال لهم من أجل المشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم لأجل رسم سياسة جديدة أو تفعيل السياسات السابقة بالشكل الجيد، مما يؤكد لنا رسم سياسات جديدة ويؤكد لنا تحقيق الأهداف التي يرجو إليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب، يعني ما هي أهمية عقد الملتقى في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها من خانقين إلى شنغال؟ طبعا أهميته يكمن في مدى اهتمام الاتحاد الوطني الكردستاني في هذه المناطق الذي يعد له الذي هي امتداد للاهتمام السابق الذي كان يبديها فقيد الأمة الراحل مام جلال، حيث كان يهتم بهذه المناطق نظرا لأهميتها، وكما كان يسمى صمام الأمام من جانب حرصه واهتمامه بهذه المناطق الذي يشمل أطيافا وقوميات مختلفة، من أجل الحصول على أو الوصول إلى إمكانية التعايش السلمي في هذه المناطق، ومن أجل رفع المقترحات والرؤى والنظريات الخاصة بالكوادر الذي يعيشون في هذه المناطق والذي يكون لها طابع خاص. لذا يرتئي الحزب أن يهتم بهذه وجهات النظر الخاصة بهذه المناطق من أجل رسم سياسات خاصة يناسب هذه المناطق والساكنين فيها. يعني خصوصا هناك جماهير عربية وتركمانية في هذه المناطق. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. يعني الملتقى انطلق بمشاركة واسعة وكبيرة في كركوك، كيف ترون يعني هذه المشاركة وترجمة أعمال الملتقى على أرض الواقع؟ طبعا كانت المشاركة واسعة وكبيرة ومفرحة، وكما تطرقت حضرتك إلى أن جماهير كركوك وخصوصا جماهير الاتحاد الوطني الكردستاني ليست محصورة في القومية الكردية، لدينا أعضاء وجماهير ومؤيدين ومناصرين من القوميات الأخرى العربية والتركمانية ولا يخفى عليكم. لذا من الضروري ومن المفرح ما رأيناه خلال هذه اليومين، وبالنسبة لي كشخص مثلا مسؤول أو رئيس اللجنة الإدارة والمالية، رأيت ولاحظت مشاركة جدية وفعالة ومفرحة لأن ذلك سوف يبلور أفكارا وتوقعات ونظريات جديدة يمكن رفعها إلى اللجان الخاصة، كل من حسب اختصاصه، كل لجنة حسب اختصاصه، لرفعه إلى اللجان العليا التي يكون في الملتقى الرئيسي والذي يناقشون فيها التقارير النهائية. نعم، يعني وخصوصا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يهتم بالمكونات الأخرى وخصوصا في كركوك. نعم، ما هي أهم المواضيع يعني التي يتطرق إليها ملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني؟ مواضيع هي تلك المواضيع التي لها تماس مباشر باستراتيجيات وسياسات الحزب في كافة المجالات، سواء كان السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الصحية
أو المنظمات الديمقراطية أو أي مجالات أخرى أو أي جوانب أخرى ذات علاقة مباشرة. نعم، يعني توزعت اللجان على 11 نعم. لجنة. كيف سيكون عمل هذه اللجان يعني لحد ما نصل إلى المؤتمر الكبير؟ هذه اللجان كما تطرقت لها سابقا هي لجان سياسية، واللجان الإدارية والمالية واللجان الصحية واللجان الرياضية وكافة اللجانات المنظمات الديمقراطية وكافة اللجانات الأخرى. تم تهيئة قاعات ومكانات خاصة بهم وتهيئة الأمور اللوجستية الذي يسمح للأعضاء اللجان أو المشاركين أو الذين يرغبون أن يكونوا أعضاء فيها ويترددون على هذه اللجان من أجل أخذ مقترحاتهم ورؤياهم وبالتالي تجميعها وبلورتها بالشكل تقرير نهائي لرفعها إلى كل من إلى لجنته المختصة في الملتقى الرئيسي النهائي الذي سوف يتم عقده إن شاء الله في الشهر الخامس. نعم إن شاء الله. يعني وقد يزداد يعني عمل اللجان بالتأكيد، عدد اللجان يعني خلال عمل الملتقى. بالتأكيد حسب الضرورة الآنية أو المرحلية أو المكانية، خصوصا بالنسبة للكركوك هنالك لجان يمكن من الممكن زيادتها إذا ارتأت الحاجة إليها. نعم. السيد رزقار مصطفى رئيس اللجنة الإدارية والمالية لملتقى الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك صلاح الدين، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. جزيلا شكرا لكم.